Check this out. I look good. يا جماعه مترو صابواي اندر جراوند، اي حد يساعدني باي معلومه. قد ما واحده يا عيني هوهوت معايا كده بالانجليزي، لا 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 ده مش مترو، المترو لسه هناك. امال ده اللي تحت الارض كده يا اخوانا، حد يفهمنا. المهم ان طلع ان اللي احنا كنا فيه ده مش المترو اصلا. هروح اشوف المترو بقى دلوقتي. ستوب. التصوير هنا ممنوع ولكن الممنوع مرغوب، عشان كده قلت ايه نصور الدنيا كده، خاطر بكل شيء عشان اصور لكم تعرفوا ان انا محارب. اقسم بالله لو عكشوني هينفخوني، بس عايز اوريكم شكل التراب. ألذ حاجه في المكان ان اللوكلز هنا بيساعدوا في اي حاجه بتسالهم، الشباب بتحاول على قد ما تقدر ان هي تساعد. فالنهارده قابلت الثلاثه دول بيحاولوا دلوقتي ان هم يساعدوني. What's your name؟ حسين اغا افغان اسماعيل. فهم حاولوا ان هم يساعدوني النهارده في المكان ده. What What is the name of this place again؟ This is Old City. دي المدينه القديمه، ولما سالت الشباب شرحوا لي ان دي اقدم من الاتحاد السوفيتي. فهنفهم اكتر مع بعض عن المكان وعن ايه بالظبط القصه بتاعت المكان والتاريخ بتاع المدينه القديمه. Congratulations. في مقولتين مختلفتين عن تسميه اذربيجان بهذا الاسم. المقوله الاولى بتقول ان هي الارض المحميه بالنار بالفارسي. المقوله الثانيه ان هي الارض المليئه بالغاز الطبيعي، ودي المقوله الثانيه، ودي الارجح طبعا ان هي الدوله معتمده على الغاز الطبيعي. فدي المقوله الراجحه اكتر. في دلوقتي 1300 شخص عايشين جوه المدينه القديمه بتاعت باكو. الناس ابتدت تطلع براها، الحكومه بتحاول ان هي تفضيها عشان تبقى منطقه سياحيه اكتر ما هي دلوقتي. زي ما احنا عارفين في القرن ال 12 اذربيجان كانت دوله لا دينيه وضد اي اديان ممكن تدخلها. فكان في واحد اسمه بارفلومي في القرن ال 12 جه اذربيجان عشان يحاول ان هو ينشر الديانه المسيحيه. طبعا قابل رفض شديد، وبعد كده اتقتل هنا، وده المكان اللي هو اتقتل فيه تحت الميدن تاور. ولكن لما الاتحاد السوفيتي دخل البلد وسيطروا على البلد سنة 1930، قرروا ان هم يقدروا الراجل ده، وقرروا ان هم يعملوا كنيسة باسمه هنا في الدولة. ده بازار القلعة، المكان اللي احنا داخلين عليه ده. But I don't know. ده بسرعة جدا عشان ممنوع ان انا ادخل هنا. ده بازار القلعة. السوق هنا كان ليه استخدامين. طبعا الاستخدام الاول والشائع والمعروف هو البيع والشراء. الاستخدام الثاني واللي بالنسبه لي كان غريب ان هو هنا كانت بتيجي الناس المتعلمه اللي بتعرف تقرا وتكتب عشان يقروا الجوابات للناس ويكتبوا لهم جوابات لو عايزين يبعتوا جوابات للناس التانية. وفي هنا برضو عارضين شويه حاجات. دي توابيت او زي توابيت لناس ماتت او اتقتلت قبل كده، وبيفرقوا بين الراجل والست من التابوت عن طريق الرسومات اللي بتلاقيها على اخر التابوت. هنا في رسمه جزمه حريمي، هنا في رسمه جزمه رجالي، وشويه توابيت. هنفهم دلوقتي ليه مكتوب على التوابيت دي باللغه العربيه او الفارسيه بمعنى اصح. التوابيت دي كان مكتوب عليها بالعربي، بتقولي لان في القرن السابع الخلفاء المسلمين وصلوا هنا لاذربيجان واستقروا هنا، وده كان سبب وجود اللغه العربيه لان هي ابتدت ينتشر فيها الاسلام وابتدى يسيطر عليها الخلفاء المسلمين في الوقت ده. Qoy hər bir ürəkdə sevgi çiçəyi açsın. Dünyamız mərhəmətlə dolsun. دع الحب يزهر في كل القلوب وتمتلئ حياتنا بالرحمة. Yeah, let's our hand here and make a wish. والمبنى اللي احنا قارين عليه دلوقتي قصة الحب دي، في ولد هنا بيغني لحبيبته، اخوها الصغير مش مبسوط من اللي هو بيعمله، باباها فوق واقف هيرمي عليه حاجة من فوق، ولكن الام عارفة كل حاجة. دلوقتي داخلين على الخان سراي. الخان سراي هو قصر الراجل اللي بعد الملك اللي هو بيسموه الخان. ودي حديقة القصر بتاعه. which year it was around؟ في القرن ال 18.
بيقول لك دليل الأذربيجانيين على نظافتهم الشخصية واهتمامهم بنظافتهم الشخصية. دي أبواب المدينة. كان أي حد بيجي من بره المدينة لازم أول مكان بيروح عليه هو الحمام. بيدخلوه الأول على الحمام عشان لو جاي بأي مرض أو جاي مش نظيف من الرحلة بتاعته لازم يدخل أول حاجة الحمام. هدومه بتتحرق، الحصنة والحيوانات اللي جاية معاهم بتتنقع في الزيت عشان يتأكدوا ان مفيش اي امراض هتدخل المدينة، لان زي ما انتم شايفين المدينة كلها اسوار في كل حتة، فهي المدينة تعتبر مدينة مقفولة، فلو جه هنا مرض المدينة كلها لبست المرض. من الحاجات المشهورة هنا مكتبة الكتب المصغرة او المينياتور كتاب ميوزيوم. وده قصته غريبة شوية. لفترة كبيرة كان ممنوع ان حد يمتلك كتب، فكانوا بيعملوا كتب مينياتورز. عندنا هنا مينياتورز من القرآن او كتب مصغرة. هنا بقى البيوت بتتبني بطريقة عكسية. لو انتوا فاكرين المشربية اللي شفناها في مصر قبل كده، هنا بيتعمل حاجة عكس المشربية بالظبط عشان البرد. هنا بيعملوا الفتحات في المبنى من تحت عشان تطلع الهواء البارد وتاخد الهواء السخن، اللي هو عكس المشربية بالظبط. المشربية اللي احنا متعودين عليها في المنطقة العربية هي بتبقى فوق المبنى وبتطلع الهواء السخن من فوق وتدخل الهواء البارد من تحت من النوافذ. هنا النبات الوطني او الفاكهة الوطنية هي الرمان، اللي بيسموه باللغة الأذربيجانية نار. ودي برضو مشتقة من الكلمة العربية لأن هو بيبقى شبه النار، فعشان كده سموه نار. أنا داخل طبعا من ورا الناس كالعادة. المدينة هنا كانت معروفة باسم مدينة ال70 مسجد، وده لأن كل شارع في المدينة القديمة كان فيه على الأقل مسجد واحد. زها حديد بتعمل تاني ظهور عندي في القناة. الظهور الأول كان هنا في الرياض، اطلعوا بصوا عليه. والنهاردة احنا في أذربيجان باكو. انا شاطر فشخ في ان انا اعمل عبيط. انا دخلت حته it's not allowed اصلا for people to enter، بس انا دخلتها. قعدت اعمل عبيط كده على الشباب اللي شغال هنا، وبعدين وافقوا ان هم يدخلوني. النهارده احنا في مبنى سرايا هايدر علييف، المبنى الايقوني والاشهر والاكبر في اذربيجان. انا دلوقتي في موقع اول مره يوتيوبر في العالم يصور منه، وده بسبب طيبه قلبي ولساني الحلو. الشباب هنا وافقوا ان هم يدخلوني، هم شغالين في الموقع. الباب كان مقفول بره، بس طلبت منهم، قلت لهم انا من مصر القاهره، وهم عامه عندهم اسمهم مصر والقاهره زينا، فوافقوا ان هم يدخلوني هنا في الحديقه بتاعه سرايا علييف. المبنى ده اتبنى سنه 2012. ابتدى البناء بتاعه 2009، خلص 2012. طبعا اشهر معماريه في العالم، واللي بنشوفها لتاني مره عندي على القناه زها حديد هي اللي عملت المبنى ده. عشان كده مش هتلاقي في المبنى ولا ادج واحد، المبنى كله عباره عن موجه طويله. المبنى هو اشهر مبنى موجود النهارده في اذربيجان، وبيعبر عن تخلص اذربيجان من الحكم السوفيتي وكونها الان جمهوريه حره، وعبروا عنه في مبنى يكون بالقوه والجمال اللي انت شايفه ده. من يوم ما المكان اتعمل مفيش حد وصل للمكان اللي احنا فيه النهارده، وده من فضل ربي. المبنى ده بيعبر عن الدولة الحديثة لأذربيجان اللي تخلصت من الحكم السوفيتي سنة 1990 فقط، وكان ده بالنسبة لهم نوع من الاحتفال وإظهار الفخر باللي هم وصلوا له في فترة وجيزة جدا. الدولة ابتدى يبقى فيها فلوس مؤخرا بسبب اكتشاف البترول في بحر قزوين، وده اللي خلى البلد النهارده معاها فلوس كتير. البلد كانت عايشه في الاتحاد السوفيتي كدوله فقيره جدا شبه معدمه، والشعب بتاعها شبه معدم زي ما سمعنا من كتير من الاذربيجانيين اللي احنا اتكلمنا معاهم هنا في اذربيجان. ولكن بعد اكتشافهم للنفط في شركات كتير جدا ابتدت تستخرج نفط من هنا، شركات من دول مختلفه. فده دخل فلوس كتير جدا في البلد، وابتدى يظهر على البلد ان هي بقت بلد غنيه اكتر بكتير. العمله بتاعتها بقت غاليه، الدولار عفوا ب1.6 منوت اذربيجاني، وان ده اللي يدل على اقتصاد قوي.